بكم من على شواطئ بورسعيد البحر المتوسط. معاكم الصحفي هاني عبد الرحمن. زي ما حضراتكم شايفين ظاهرة جديدة هي ظاهرة زبد البحر وزيادته الفترة اللي فاتت اللي الناس كلها بتتكلم عليه، بس كمان باللون الأخضر. يمكن زي ما حضراتكم شايفين هو زبد البحر ده مش يعني ظاهرة مش جديدة، لكن تزايد نسبة زبد البحر الفترة اللي فاتت يعني يمكن ارتبط بعديد من التساؤلات، وخاصة بعد السيل اللي ضرب ليبيا الشقيقة. وزي ما حضراتكم شايفين نسبة الزبد في البحر عالية جدا. يمكن أهالينا في بورسعيد يعني صوروا واتكلموا عن الموضوع ده في مواقع التواصل الاجتماعي. النهارده أنا جيت بنفسي في الحقيقة. يمكن شايفين حضراتكم أهو، ده لونه أخضر، يمكن بقاله فترة كده. اللي بيلقي بيه البحر النهارده لونه أبيض زي ما حضراتكم شايفين أهو. يمكن خبراء عالم البحار والمحيطات بيقولوا ان ده نتيجه عوالق بحريه ونباتيه موجوده في البحر بيلقي بها امواج. وزي ما بيقول الدكتور مجدي علواني رئيس قسم علوم البحار في كليه علوم جامعه قناه السويس، بيقول ان تصادم الموجه زي ما حضراتكم شايفين بالشط بتلقي ما بها من عوالق بحريه ونباتيه وطحالب، فبيطلع الناتج الزبد اللي انتم شايفينه. اللون الاخضر يمكن مرتبط بالطحالب اللي بتكون موجوده في البحر. البحر طبعا اسراره شديده جدا، مش كل الناس تعرف اسرار البحر، لكن اللون الاخضر ده يمكن مرتبط بالطحالب واللون اللي هي الطحالب الخضراء. عموما هي ظاهره يمكن زادت وبرزت في الفتره اللي فاتت دي. النهارده جيت ارصدها بنفسي مع حضراتكم، لكن عموما البحر كله خير زي ما بنقول. بداية تكون الزبد في الأساس بيأتي من السيول اللي بتحصل، بتلقي بالرواسب في البحر اللي بتحملها الموجة بترميها على الشط. لكن من ضمن الحاجات اللي بتجرفها السيول حاجات معادن وحاجات ثمينة جدا وحاجات بتخص بالأرض، دي بتبقى في الأرض. لكن اللي بيذهب اللي هو العوالق البسيطة اللي هي أيضا بتشارك في ظهور ظاهرة الزبد البحر. هنتابع مع حضراتكم هذا الموضوع اللي هو حديث الرأي العام وحديث الساعة في قادم الأيام. ومن شواطئ بورسعيد بحيي حضراتكم أنا الصحفي هاني عبد الرحمن.